كنت بعيد كده بقى لي فترة عن الفيديوهات. بس بصراحة ما لقيتش فرصة أحسن من حصول الزمالك على بطولة كأس مصر. في حدث يعني غريب وصعب جدا في موسم صعب جدا لنادي الزمالك. الزمالك قدر يحقق كأس مصر بعد موسم غريب على نادي الزمالك طبعا، وزي ما شفنا يعني تغيير أجهزة فنية ولجنة ومجلس إدارة متخبط وسكواد ضايع تقريبا. ولكن الزمالك يبقى الزمالك. الزمالك خد كاس مصر، ويعني زي ما بنقول كده ال- الزمالك بيمرض ولا يموت. الزمالك خد بطوله صعبه جدا في وقت صعب جدا من بطل افريقيا بيراميدز، اللي بالمناسبه برفع له القبعه طبعا. بيراميدز فريق كبير، او يعني يعتبر السنه دي فريق كبير جدا جدا. بيراميدز كان لحد اخر لحظه بينافس على الثلاث بطولات، بينافس على دوري ابطال افريقيا، بينافس على الدوري، بينافس على كاس مصر، وكلها مع فرق كبيره وليها تاريخ وفرق صعبه جدا زي الاهلي والزمالك وصن داونز. وتقريبا قدر يحقق يعني المطلوب منه على قد ما يقدر. طبعا الدوري لسه عارفين، الدوري الاهلي خد الدوري، ولكن لسه في قضيه ولسه في ما اتحسمتش يعني بشكل كبير. لسه في قرار المحكمه الرياضيه الكاس. ما اعرفش ممكن يطلع امتى يعني، ولكن طبعا بيراميدز يحسب له ان هو فضل لحد اخر مباراه. الدوري معلق ما بينه وما بين النادي الاهلي بكل امكانيات الاهلي طبعا، بجمهوره، باعلامه، بكل حاجه حصلت. ولكن برضه فضل في المنافسه لحد الاخر. وزي ما شفنا طبعا بطوله افريقيا في حدث صعب جدا جدا جدا، تعدى يعني كل الادوار الصعبه، ووصل لنهائي افريقيا مع فريق طبعا سان داونز، فريق كبير جدا جدا. اي نعم، سان داونز مش هو سان داونز اللي عارفينه السنين اللي فاتت، ولكن هو برضه سان داونز فريق كبير جدا، فريق خطر، فريق ممكن يكسب في اي وقت، وفريق خرج طبعا النادي الاهلي، خرج بطل افريقيا. فطبعا بنشوف ان هو كان ماتش صعب جدا، ولكن بيراميدز قدر يتخطى وقدر ياخد البطوله. بيراميدز بيلعب كاس مصر، نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك بعد تعب وتعب شاق جدا جدا. في تقريبا في اسبوع لعب 3 ماتشات. ماتش الذهاب في جنوب افريقيا طبعا، ورجع لعب وسط الاسبوع مع سيراميكا، ماتش برده كان حاسم في الدوري وكان لازم يفوز بيه، وقدر يفوز 5. برغم انه كان مطلوب منه واحد من اول الشوط الثاني، ودي كانت حاجه صعبه جدا، لكن هو بدنيا استهلك وكسب 5. فدي برضو كانت حاجه صعبه جدا. وبعدها ب3 ايام لعب عوده ماتش نهائي افريقيا مع سان داونز، وقدر برضو ان هو يفوز ويحسم البطوله لصالحه. بعدها ب3 ايام بيلعب، او 4 ايام بالظبط، بيلعب نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك. وده برضو اللي عايز اقوله كان من اسباب فوز نادي الزمالك، هو الارهاق البدني لبيراميدز طبعا. بيراميدز زي ما شفنا فريق قوي جدا، ولكن شفنا الاصابات اللي حصلت والكميه الشد العضلي اللي جه للعيبه والكلام ده، طبعا ده نتيجه ضغط موسم، وخصوصا اخر اسبوع او 10 ايام بيراميدز اتضغط ضغطه جامده جدا. وده اللي ساعد الزمالك. شفنا الشيبي اتصاب وخرج، شفنا ابراهيم عادل اتصاب وخرج، شفنا اللعيبه اجهدت بدنيا. وعايز اقول برضه يا جماعه نقطه مهمه جدا، ودي يعني كانت بالنسبه لي اهم نقطه. الزمالك فريق كبير. يعني الزمالك بغض النظر عن مشاكله كلها اللي حكينا عليها ومجلس اداره وسكواد مفيش، وتغيير مدرب اكتر من مره وكل اللي شفناه ده، والزمالك خرج من نهائي كاس مصر بفوز صعب جدا على بيراميدز. الزمالك رجع للمباراه بعد ما كان مغلوب 1-0، وقدر يتعادل وقدر يوصل لضربات الجزاء ويكسب بالخبره. ولكن يا جماعه السبب الوحيد في وجهه نظري فوز نادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك، اللي ياما اتكلمت وياما وصفت، ومهما وصفت مش هقدر ادي جمهور الزمالك حقه. جمهور الزمالك برغم كل اللي حصل الموسم ده، جمهور الزمالك راح ملا الاستاد، او ملا الجزء الخاص بيه، وقدر يشجع الزمالك من اول دقيقه لاخر دقيقه، وفوق اللعيبه برغم السكواد تقريبا يعني ضايع في نادي الزمالك، ولكن قدر ان هو يكسب، او قدر ان هو يشجع لحد اخر دقيقه، وخلى لعيبه الزمالك تلعب بروح وتموت نفسها بعد ما كانت خسرانه. جمهور الزمالك بالنسبه لي اعظم جمهور. مش عشان انا منه والله خالص، لكن احنا لو شفنا واتفرجتوا تاني على الماتش وشفتوا جمهور الزمالك من اول دقيقه لاخر دقيقه، جمهور رايح صايم، رايح بيفطر في الملعب، رايح بيشجع الفريق من قلبه، عنده امل برغم كل المشاكل اللي فيها الزمالك، عنده امل ان الزمالك ياخد البطوله. و...
وادى حافز كبير قوي للعيبه بصراحه. بشكر جمهور نادي الزمالك جدا، اللي هو يعني ده الطبيعي بتاعه في موسم كان ضايع. الزمالك فريق كبير قوي يا جماعه، فريق كبير قوي. الزمالك برغم مشاكله دي كلها، الزمالك حقق سوبر افريقي امام بطل افريقيا الموسم اللي فات، واللي هو النادي الاهلي. في بدايه الموسم، وفي اخر الموسم قدر يفوز على بطل افريقيا برضه اللي هو بيراميدز في ماتش كاس مصر، نهائي كاس مصر. نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه. نادي الزمالك ما بيقفش على حد، ودي الرساله الثانيه اللي عايز اوصلها لنادي الزمالك. طبعا موضوع زيزو كلنا شفناه وانتقاله للنادي الاهلي، وحاجه احنا عارفينها من زمان، وهي كانتش مستاهله يعني الموضوع ان احنا نقول اصل بنحتفل وبنبوظ فرحه الزمالك بالكاس. الموضوع ملوش علاقه خالص يا جماعه. جمهور الزمالك عارف من بدري قوي ان زيزو خلص وماضي من بدري جدا، يمكن من 3 4 شهور فاتوا. فهي كانت حاجه برضو يعني ايه بالنسبه لنا احنا كجمهور زمالك. انا بشوف ان هي حاجه خلاص. انا فرحتي بان انا اخد بطولتين في موسم انا الزمالك ما يعني تقريبا مش على الخريطه تقريبا، مش عشان اسم نادي الزمالك، ولكن عشان مشاكله الاداريه ومشاكله الفنيه وافريقيه اكتر من مره، وسكواد ما فيش لعيبه تقريبا. الزمالك تقريبا يا جماعه بيلعب من غير خط هجوم، يعني ما فيش هافات خالص. بيلعب مصطفى شلبي، بيلعب الناحيه الثانيه ما فيش، بيلعب سيف جعفر، بيلعب هاف يمين، بيلعب الجزيري اللي هو تقريبا خلاص منتهي، ناصر منسي اللي يعني انا لو قعدت اشكره من هنا لبكره بصراحه. انا الراجل ده بحبه جدا، الراجل ده انا بحبه جدا يا جماعه، والله بجد الراجل ده مجتهد مجتهد. انا ناصر منسي عارفه من زمان، آه، وحضرته ولعبت قصاده حتى لما كان في نادي الشمس زمان. طول عمره لعيب مجتهد جدا، طول عمره لعيب بيموت نفسه، لعيب مش بتاع شو خالص. وعشان كده ربنا بيكرمه، وكل ما بينزل بيكسب الزمالك. وعايز اقول لك ان البطولتين الزمالك اللي خدهم السنه دي كان هو سبب مؤثر جدا فيهم. الماتش السوبر لو نفتكر، السوبر الافريقي قدام الاهلي، هو اللي نزل برضه واحرز هدف في وقت قاتل وتعادل مع الاهلي، وقدر ان الزمالك يكسب ضربات جزاء. ودلوقتي نفس الكلام برضه، كان بره ونزل رغم ان هو بقاله كتير بعيد، ونزل خلص وجاب جون زي ما شفنا طبعا، ووصل الزمالك لضربات جزاء، والزمالك قدر يفوز بضربات الجزاء. فبطولتين هو كان مؤثر فيهم جدا جدا. وعايز اقول لك برضه ان هو يعني كان مؤثر قوي على مدار الدوري رغم ان هو ما لعبش الماتشات كلها. ناصر منسي في ماتشات كتير قوي ما لعبش، كان مصاب، ما بين ان هو مصاب او بيقعدوه احتياطي كتير، ورغم كده كان بينزل وكان من هدافين الدوري. يعني هو تقريبا تاني او ثالث هداف الدوري برغم ان هو ما لعبش كل الماتشات وكان مصاب كتير. فانا من هنا بشكر ناصر منسي جدا جدا، وبتمنى التجديد طبعا ليه، وان هو يفضل مكمل في الزمالك لاطول وقت ممكن، لان هو لعيب بغض النظر عن امكانياته اللي هي ممكن ما نقولش ان هي واو، ولكن هو لعيب مهم جدا وبيدي حافز للفريق بروحه وبقتاله في الملعب. فانا بشكره جدا واتمنى التوفيق ليه في السنين الجايه، والزمالك يقدر يبني عليه، يجيب معاه طبعا مهاجم اجنبي، لان سيف، انا بالنسبه لي سيف الجزيري لازم خلاص يمشي خلاص. يعني بقى الموضوع بقى صعب جدا. فطبعا مبروك لنادي الزمالك الفوز بكاس مصر والسوبر الافريقي اول الموسم، في موسم صعب جدا. الزمالك ما كانش مرشح لاي بطوله خالص، ولكن هو ده نادي الزمالك. نادي الزمالك ما بيتغيرش، نادي الزمالك بيكسب في اصعب الظروف. آم، هرجع بس كده لموضوع زيزو. انا ما كنتش عايز اتكلم فيه بصراحه، خلاص انا بالنسبه لي موضوع زيزو منتهي من زمان، من اول ما مضى الاهلي بالنسبه لي زيزو انتهى. واتكلمت وقلت طبعا كانت وجهه نظري ان مجلس اداره نادي الزمالك هو رقم واحد في المشكله دي، وكان من الاول باعه. ودلوقتي طلع زيزو بيتكلم في البرنامج وبيقول مع كابتن ابراهيم فايق، بيقول يعني ان هو كان بيطلب من النادي ان هو يمشيه عشان يسدد ديون النادي ويدي اللعيبه فلوسها والكلام ده كله. طبعا انا بالنسبه لي كل حوار زيزو مع ابراهيم فايق امبارح بالنسبه لي كله يعني ايه، يعني انا مش عايز اقول كلام يعني كذب او الكلام ده كله. هو خلاص انا بالنسبه لي ده لعيب مشي من نادي الزمالك، ربنا يوفقه في اي مكان هو هيروحه. ولكن هو زيزو كان من اهم لعيبه نادي الزمالك، او يمكن الفتره الاخيره هو من اهم لعيبه نادي الزمالك. زيزو الزمالك هو اللي عمله طبعا، وكلنا عارفين ان زيزو اصلا كان جاي محدش يعرفه. نادي الزمالك او رساله الجمهور نادي الزمالك، اوعى تزعل على لعيب كوره. انت جمهور نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي بيصنع اللعيب. احنا اللي عملنا زيزو، واحنا اللي عملنا امام عاشور، واحنا اللي عملنا مصطفى محمد، واحنا اللي عملنا طارق حامد، واحنا عملنا لعيبه كتير قوي. اوعى تزعل من لعيب يمشي من عندك. انت تزعل لو الزمالك بطل يطلع نجوم، لان احنا اللي بنصنع. احنا عملنا زيزو هنعمل 100 زيزو، ما يفرقش معايا.
هي غلطه، بس بالنسبه لي غلطه مجلس الاداره، ان مجلس الاداره ما قدرش ان هو يبيعه في الوقت المناسب، خوفا من ان هو يروح الاهلي. لا، يروح الاهلي ما عندناش مشكله، يكفي ان انا نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير بيقدر يصنع لعيب، انديه غيري ما بتقدرش تصنع لعيب تروح تشتريه على الجاهز. فانا مش مشكلتي ان انا مش ما عنديش الموارد، او ما عنديش كميه الفلوس اللي هي عند الانديه المنافسه. النادي المنافس بيجي ياخد منك اللعيبه على الجاهز بالفلوس، لكن النادي المنافس مش قادر يصنع لعيب زيك، ويقدر يجيب لعيب من تحت خالص خالص ويعمله نجم ويخليه يطلب 100 مليون دلوقتي وهو قاعد وحاطط رجل على رجل. فجمهور الزمالك يزعل لو لقى ان الزمالك ما بيقدرش يعمل لعيب، ودي مستحيله. نادي الزمالك بيقدر يعمل لعيب. نادي الزمالك مشي منه زيزو، خد كاس مصر. آه، مشي طارق حامد، ومشي بن شرقي، ومشي ساسي والزمالك لسه بياخد بطولات. الزمالك ما بيقفش على حد. اوعى جمهور الزمالك يزعل على لعيب ابدا ابدا. نادي الزمالك اكبر من اي لعيب. نادي الزمالك هو اللي بيصنع النجوم، خليك فاكر دي كويس قوي. نادي الزمالك اللي بيصنع النجوم، وهفكرك قدام زي ما جبنا زيزو طلعناه كده وعملنا لعيب كبير، هنعمل غيره ومش فارق معانا. بس الاهم ان مجلس الاداره الفتره الجايه يخطط صح. اللعيب اللي مش عايز يجدد او بيماطل، يا جماعه مع السلامه، وما عنديش اي مشكله خالص. بقدر ان انا ابيعه، بقدر ان انا اعمل غيره، وانا ما عنديش مشكله خالص كنادي زمالك. يعني انا نادي زمالك ما عنديش مشكله، ولا هزعل على زيزو ولا هزعل على غيره، لان انا خلاص انا تقريبا مشي من عندي كميه نجوم او ناس عمالقه. وبعدين يا جماعه زيزو مين؟ انا يعني انت عندك شيكابالا، وكان عندك حازم امام، وكان عندك حسن شحاته، وكان عندك ناس كتير قوي بطلت. مع احترامي لزيزو طبعا لعيب كويس وكل حاجه، انا مش بقول ان زيزو لعيب وحش عشان مشي من نادي الزمالك او راح الاهلي، لا خالص والله لعيب كبير جدا. بس زيزو كان يعني كان مؤثر قوي مع الزمالك، او هو كنا بنقول عليه افضل لعيب في الزمالك عشان الفتره الاخيره هو كان لوحده تقريبا في الزمالك، وهو الوحيد اللي تقريبا كان شايل الفرقه. لكن قبل كده لما كان معاه نجوم كتير زي طارق حامد وساسي وبن شرقي ومصطفى محمد واللعيبه دي لما كانت في عزها، كان زيزو وسطهم زيه زي اي لعيب فيهم. يعني فاهم قصدي؟ ما كانش هو النجم الاوحد. ولكن احنا بنقول دلوقتي كده عشان زيزو هو الفتره الاخيره هو اللي كان لوحده. وعايز اقول لك ان جمهور الزمالك استحمل زيزو تقريبا موسم كامل. الموسم الاخير زيزو ما لعبش ب 2 جنيه من 100 مليون اللي هو بيطلبه، يعني ما لعبش ب 2 جنيه، ورغم كده جمهور الزمالك كان شايله ومشجعه على الحلوه والمره، كان بيشيله ما عندوش اي مشكله خالص. نادي الزمالك بيقدر نجومه، ما عندوش اي مشكله خالص. زيزو برده من ضمن الكلام امبارح ان هو، انا بالنسبه لي هو كذب، قال لك انا جمهور الزمالك بيشتمني بقاله 8 شهور، وده يا جماعه ما حصلش. يعني الكلام ده انا ما اعرفش ده يعني هو بيكذب على مين. انت جمهور الزمالك بقول لك بقالك موسم كامل وحش، وجمهور الزمالك بيشجعك. جمهور الزمالك ما بداش يشتمك الا في ماتش بيراميدز لو تفتكر، الماتش اللي خسرنا فيه 3-0، وتقريبا انت كنت اوحش لعيب في الملعب. وكنت انا ساعتها حتى قلت زيزو كان بيتمشى في الملعب، بمعنى بيتمشى فعلا. زيزو ما جريش، مش ده زيزو اللي كنا بنشوفه بيخبط وبيجري وبيعمل، لا لا لا. زيزو كان تقريبا بيتمشى طول ال طول الماتش. ودي كانت بدايه جمهور الزمالك انه يقلب على زيزو، لانه هو حس من جواه ان زيزو بايع الموضوع. زيزو حتى رمى رساله كده الماتش ده لواحد من الجمهور، قال له اما الجمهور بيقول له انت هتروح الاهلي، قال له اه بعد الماتش رايح الاهلي. فدي طبعا كان من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول يعني ايه، كانت واضحه جدا ان زيزو خلاص. ومن ساعتها جمهور الزمالك خلاص يا جماعه، هو حس ان انت مش معانا، او حس ان انت بتماطل، او انت بتاخد مواعيد وما بتجيش التجديد، مش عايز تجدد. فطبعا انا مش عايز اعيد كلام كتير على زيزو، ربنا يوفقه في المكان اللي هو هيروحه. نادي الزمالك مش هيقف على زيزو ولا هيقف على غير زيزو. نادي الزمالك هو اللي بيصنع اللعيبه. نادي الزمالك نادي كبير بنجومه. الاهم بالنسبه لي دلوقتي رساله سريعه كده لمجلس اداره نادي الزمالك والكابتن ميدو اللي انا بشكره جدا، هو كابتن حازم امام، وشفنا روحهم قد ايه. الناس دي بجد بتخاف على النادي. الناس دي هتجيب مدير رياضي زي ما انا عرفت. الناس دي هتجيب مدرب، اللي انا اعرفه برضه انه مدرب على مستوى عالي جدا. لازم يا جماعه ننقي اللعيبه الصح لنادي الزمالك. انا بالنسبه لي مبدئيا لازم نفور الفريق من دلوقتي، خلاص الموسم خلص وانتهى. انا بالنسبه لي في لعيبه كتير قوي خلاص هي عشان ما نقولش ان اللعيبه دي ونبتدي نخبط فيهم، لا اللعيبه دي خلاص يا جماعه نقول لها شكرا، وان انتوا قضيتوا معانا سنه سنتين ثلاثه كويسين، وشكرا يا جماعه على كده. عشان احنا خلاص هنبتدي بقى نغير جلد نادي الزمالك خالص، هنبتدي نصنع نجوم من اول وجديد. انا بالنسبه لي جزيري خلاص عشان ده محسوب عليا طبعا اجنبي. جزيري شكرا. دونجا شكرا. مصطفى شلبي شكرا. اللعيبه بقى اللي جت بتوع الداخليه ومحمد عاطف والناس اللي جت ولم بتخش السكور اصلا تقريبا، دي برده شكرا يا جماعه. احنا مش عايزين حد يبقى عبء على الفريق، الناس دي تشوف مصلحتها في فرق تانية، اعتقد فرصهم هتبقى احسن في فرق تانية.
بالنسبه لي في لعيبه مهمه جدا جدا للزمالك لازم لو عقدها بيخلص او قرب عقدها يخلص لازم تبتدي تتفاوض معاها وتجدد لها. في وجهه نظري سيف جعفر لعيب مهم جدا يا جماعه للزمالك، واثبت ده الفتره الاخيره. ما بيلعبش في مكانه ولكن هو لعيب مجتهد وقلبه على الفريق وبيموت نفسه، وهي دي نوعيه اللعيبه اللي احنا عايزينها. سيف جعفر. محمد السيد. محمد السيد يا جماعه لعيب مهم جدا جدا لنادي الزمالك. وجهه نظر الراجل ده مستقبل نادي الزمالك، لازم الزمالك يقدر يحافظ عليه. لو اللعيب مش عايز يجدد نادي الزمالك نقدر نسوقه من دلوقتي نجيب فيه فلوس كويسه، ما يمشيش الا بمبلغ محترم. بالنسبه لي محمد السيد و وسيف جعفر لعيبه مهمه جدا جدا جدا. بنتاج طبعا خلاص ده قلنا عليه، وده راجل خلاص مجدد مع نادي الزمالك. آه، اعتقد يعني خلاص دي اللعيبه اللي الزمالك يقدر يكون باقي عليها. محمد شحاته طبعا، شوف محمد شحاته فاضل له قد ايه، لو فاضل له سنتين جدد له. يعني أنا بالنسبه لي محمد شحاته دلوقتي لو فاضل له سنتين او 3 سنين ندي له 5 سنين 6 سنين، واعتقد اللعيب ما عندوش اي مشكله وما عندوش اي مانع. ده لعيب زملكاوي بجد، لعيب حاسس بقيمه نادي الزمالك. ورغم كده برضه انا بقول ليه جدد له، انت بتضمن برضه، انت مش عارف المستقبل هيبقى فيه ايه. هم دول اللعيبه بالنسبه لي الاساس اللي بيبني عليه نادي الزمالك. الزمالك احتياجاته طبعا باينه ومعروفه للناس كلها. الزمالك محتاج حارس مرمى عملاق، حارس مرمى قوي جدا، يكون جسمه قوي جدا ويكون امكانياته كويسه. الزمالك محتاج باك يمين ضروري جدا مع عمر جابر. وطبعا في باك يمين كده موجود، أنا حتى مش متذكر اسمه برضه، ده اعتقد برضه يعني شكرا. الزمالك محتاج باك يمين مع عمر جابر. الزمالك محتاج قلب دفاع مع الونش وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق. وبالمناسبه حسام عبد المجيد برضه لازم نشوف برضه موضوعه ايه. الراجل ده عايز يجدد، عايز يحترف. لو عايز يحترف يا جماعه نبتدي نسوقه من دلوقتي ومش هنقف على حد. الكلمه دي انا قلتها 100 مره ولسه مصر عليها. نادي الزمالك مش هيقف على لعيب. هنبتدي طبعا عايزين ديفندر رقم 6، ده ضروري جدا لان خلاص بالنسبه لي دونجا شكرا. فانت محتاج تجيب لعيب رقم 6 او اتنين كمان في المكان ده. ولو طارق حامد رجع طبعا يعني سيبك من الناس تقول لك طارق حامد كبير في السن، طارق حامد هيجي يلعب معاك موسم او اتنين بكل قوه، دي انا وجهه نظري. وهتجيب مع واحد تاني طبعا نادي الزمالك زي ما قلت. حته الديفندر دي حته مهمه جدا، كنادي كبير بينافس على بطولات كبيره وعايز ينافس على بطولات كبيره الفتره الجايه، محتاج المكان ده يكون مدعمه بشكل كويس قوي. اعتقد حته 8 دي موجوده كتير. سيف جعفر، في عبد الله سعيد لو هنجدد له او مش هنجدد له خلاص شكرا. نادي الزمالك يجدد لعبد الله سعيد يا جماعه بشروط نادي الزمالك. عبد الله السعيد انا بحترمه جدا واتكلمت عليه كتير وقلت فيه اشعار، بس عبد الله السعيد يا جماعه خلاص عبد الله سعيد داخل 41 سنه. انا بشوف وجهه نظر الزمالك، شوف انت هتقدر تعرض عليه كام. عبد الله سعيد موافق اهلا وسهلا، هتشرفنا ولعيب كبير ان شاء الله عندك 50 سنه. طالما بتديني في الملعب انا ما عنديش مشكله كجمهور نادي الزمالك. لو عندك 50 سنه وبتديني بنفس المستوى انا عايز عبد الله سعيد. ولكن عبد الله سعيد لو هو مش عايز نادي الزمالك او هو مش عايز يجدد بظروف نادي الزمالك برضه هنقول له شكرا، قدم له شكر وربنا يكرمه في اللي جاي. فانا مشكله 8 دي مش كبيره عندي قوي. عبد الله السعيد عندي، سيف جعفر عندي، ناصر ممكن يلعبها عندي، احمد حمدي خلاص رجع من الاصابه وان شاء الله هيبقى موجود الفتره الجايه. فدي ما عنديش ازمه فيها قوي، ولكن انا ممكن برضو يبقى في لعيب برضو زياده ما عنديش مشكله خالص. لكن الاهم دلوقتي اللي عايزين نتكلم فيه هو خط هجوم بالكامل. انا وجهه نظري نادي الزمالك محتاج 4 هباط، 2 يمين و2 شمال، منهم 2 اجانب. يعني لازم يكون في هاف يمين اجنبي وهاف شمال اجنبي، و2 مصريين يكونوا معاهم. وليكن يعني مثلا انا بشوف في زلاكا وفي ناس كتير كويسه، بس احنا يعني بنقول ايه ان احنا الاجنبي بالنسبه لي هو اللي هيبقى رقم واحد في المكان ده. طبعا مع الفيرود الاجنبي، انا وجهه نظري لازم يبقى في فيرود اجنبي قوي جدا قوي جدا مع نادي الزمالك الفتره الجايه. انا قلت وجهه نظري في لعيب اسمه ياو النور. انا بتمنى ان هو يكون في نادي الزمالك. انا ما اعرفش هو ظروفه ايه او امكانيات الزمالك ايه انه يقدر يجيبه ولا لا، او ظروف النادي البنك مع نادي الزمالك ايه. ولكن لو الزمالك قدر يجيب لعيب زي ده انا شايف لعيب كويس جدا جدا. وبشوف طبعا ان ناصر ناصر منسي برضه لعيب مهم جدا جدا. بسمع كلام كتير عن محمد شريف، ولكن انا وجهه نظري محمد شريف يعني لعيب كويس وكل حاجه، بس انا شايف ان انا الزمالك مش في احتياج ليه قوي، يعني ممكن في احسن من كده. ولو هيجي يقعد احتياطي انا ما عنديش مشكله برضه، يعني كدكه برضه مع هو والمهاجم الاجنبي وناصر منسي برضه مش وحش. ولكن دي اولويات نادي الزمالك يا جماعه. زي ما عديت كده هتلاقي تقريبا ان الزمالك عايز له في حدود مثلا 8 9 لعيبه، 10 لعيبه بالكثير، بس تكون لعيبه باختيار دقيق جدا. لعيبه تكون مش شرط تكون لعيبه غاليه قوي، ولكن لعيبه مبشره زي ما الزمالك عمل كده وجاب صلاح مصدق وجاب احمد الجفالي وجاب الناس دي. بشوف ان الزمالك برضو يقدر يجيب لعيبه من شمال افريقيا او من افريقيا نفسها،
ويقدر يجيب لعيبه كويسه باسعار كويسه الفتره الجايه. لازم مجلس اداره يساعد نادي الزمالك ويساعد ميدو حازم امام. وطبعا عارف ان في رجال اعمال بتساعد الزمالك، وعارف ان في ناس بتدعم الزمالك بشكل كبير. احنا مش بنجاري الناس ولا الاهلي ولا بيراميدز، عارفين الاهلي مين اللي بيدعمه طبعا، وشفنا الفتره الاخيره في صفقه زيزو والصفقات اللي قبلها كلها، عارفين مين بيدعم الاهلي. ولكن احنا نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير، نادي الزمالك يقدر بمجهود مجلس ادارته بمحبينه، الناس اللي بتدعم نادي الزمالك، الزمالك قادر ان هو يرجع تاني يبقى نادي الزمالك. وشفنا الزمالك في اصعب حالات الزمالك بيقدر ياخد بطولات. فما بالك بقى الزمالك لو قدر يجيب لعيبه ويعمل جيل تاني. لا الزمالك السنه الجايه لو قدر يعمل اللي احنا بنقوله ده وخطط صح وجاب مدير فني صح ومدير رياضي زي ما بيقولوا على مستوى عالي، الزمالك السنه الجايه بحته تانيه، والزمالك هيقدر ان هو ينافس على البطولات كلها. نادي الزمالك نادي كبير. اعتقد بطوله الكونفدراليه السنه الجايه هتبقى صعبه عشان فيها فرق اعتقد قويه، زي الوداد مثلا اعتقد برضو. ففي فرق قويه جدا هتبقى موجوده في الكونفدراليه السنه الجايه. ولكن لازم الزمالك يتارجت دوري ابطال افريقيا، لان هو ده مقام نادي الزمالك، هو ده حجم نادي الزمالك الحقيقي، ان هو يلعب بطوله افريقيا، مش بس يلعبها، ان هو كمان يقدر يحققها، لان الزمالك نادي كبير جدا وعارفين احنا بقالنا كتير ما بناخدش البطوله دي. وصلنا للنهائي مرتين تقريبا وقدام الاهلي وقدام سان داونز، ولكن هي نهائيات عارفين ان هي بتبقى فيها نسبه حظ شويه. ولكن الزمالك يبقى نادي الزمالك نادي كبير، نتمنى ان هو ينافس على البطولات كلها السنه الجايه. نتمنى جمهور الزمالك يدعم. لا طبعا جمهور الزمالك ما بيتوصاش، جمهور الزمالك زي ما شفنا كده بيملى الاستاد في اصعب الظروف. جمهور الزمالك انا لاخر وقت بفضل اشكره جدا جدا، وهفضل اشكره طول حياتي. نادي الزمالك هو متعه كره القدم في مصر، وهو الداعم الاول والاخير لنادي الزمالك. شكرا.